السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي كده معانا فيديو جديد، واحنا بنروق تحت عند حماتي واحنا بنعمل فوق برضو. يا ريت الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. بس احنا يا حبايبي متعودين كده قبل ما نبدأ اي حاجة مع بعض، متعودين دايما كده بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشتوني يا حبايبي وبتوحشوني كده كل ما فيديو بيعدي. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. وحشتوني من اخر فيديو قدمته. تعالوا كده نشوف مع بعض يا حبايبي هنعمل ايه النهاردة. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. نزلنا تحت كده يا حبايبي عند حماتي، هنروق تحت الشقة كده. انتوا عارفين ان ست تعبانة، ادعوا لها بالشفا كده ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. وهنروق كده هو زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين ان انا على طول بمسح المسحة دي. بحب كده يا حبايبي البلاط يبقى ريحته حلوة علشان خاطر الناس اللي بتخش وكده، وسواء الناس او مش كده اللي بيشوفوا ستي، لازم أن يكون عندنا كده البلاط نضيف وريحته جميلة وحلو. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. بحبكم في الله. شايفين اهوت المنظر زي ما انتوا شايفين كده. هو بجيب كده خلطة يا حبايبي للبلاط. كذا واحدة كتبت لي في التعليقات انت بتجيبي الخلطة ديت منين؟ من عند بتاع المنظفات يا حبايبي. عندنا هنا كده بيبيعوا خلطة للمسيح، اي حاجة عندنا لها كده خلطة او اللي انت عايزاه كله. اهو بنفضي كده بنجيب البستيلة ونحط فيها حبة خلطة، وتروحي ايه بالشرشوبة بقى كده. زي ما انت شايفة البلاط معاكي بيبقى نظيف. اه احنا على الشارع بنحب نروق كده كل يوم. بس بالله عليكم اللي يسمع الفيديو يدعي الست كده ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير يا رب. يا رب ما نحرمش منها ابدا، لان يا حبايبي هي ام التانية، حنينة عليها زي ما انتوا بتشوفوا وبتحبيني قوي. بدعيلها كده من قلب ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. ربنا يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وينصرهم كده يا رب على من لا يعديهم. وينجح اولادنا يا رب كده اللي في الثانوي، ويحقق لهم كده كل اللي بيتمنوه يا رب، ويعدلهم كده. اليومين دول يا حبايبي عايشين في توتر اليومين دول عبال ما الشهادة تبان. ربنا ينجحهم كده يا رب ويتم يعني ويتم لهم كده على خير، ويتحقق لهم كل اللي بيتمنوه وما يضيعش تعبهم ابدا. ربنا يجعل لنا اولادنا كده يا حبايبي من حفظ القرآن الكريم. اهم حاجة كده لو العيل طلع من حفظ القرآن الكريم يبقى انت كده امتلكت في الدنيا وما فيه. اهم حاجة القرآن يا حبايبي. تعالوا كده نشوف بقى هو بعد ما مسحنا. تعالوا بقى نشوف هنفرش مع بعض ونشوف المنظر بعد ما خلصنا. والله يا حبايبي ما في حاجة بتاخد معايا وقت. انتوا عارفين ان احنا قاعدين في بيت عيلة وكده، وانا دايما ان انتوا بتشوفوني معاكم على طول لان احنا قاعدين في بيت عيلة وكده. انا معايا سلفتي بس هي عشان حامل وكده ما بتقلش عليها قوي يعني. زي ما انتوا شايفين اهوت كنسنا ومسحنا اهوت فرشنا وكل حاجة. بصوا عادية خالص. تعالوا بقى نخش على المطبخ. كان في حبة مواعين كده هنغسلهم مع بعض علشان خاطر يبقى ايه نضفنا كل حاجة. هنغسل يا حبايبي المواعين. احنا متعودين كده قبل ما بنغسل المواعين. وانتوا شايفين ان المطبخ بتاعي عادي خالص وبسيط اهو. بس لما تنضفي الحاجة بصي اهم حاجة ان انت تنضفيها. شايفين اهوت قبل ما بنغسل المواعين كده يا حبايبي لازم بندعك الحوض عشان لو في دهون او كده ما ما تبوظليش المواعين تاني اللي انا هدعكها. وتشطفيه كده علشان خاطر ما تيجي تحط فيه المواعين يبقى نظيف. تعالوا كده بقى هنجيب حبة المواعين هما مش كتير وكده. انا متعودة دايما كل يوم قبل ما بطلع كده بغسل المواعين علشان لما انزل الصبح بتبقى بقى مواعين خفيفة وكده. هنجيب المواعين بقى اهوت زي ما انتوا هنسلك الحوض كده الاول عشان ما يبقاش فيه دهون وكده. هنجيب بقى المواعين نغسلها. بس بالله عليكم تدعوا الست بالشفاء ان ربنا يشفيها يا رب كده ويتم شفاها على خير. هما يا حبايبي حبة اطباق كده وحلة بسيطة كده اللي هما مكان امبارح كانوا عاملين حبة رز بلبن في الليل كده للعيال. كنا عاملينهم يعني للعيال وكده. هما بس يا دوب مكان هنعملهم كده يعني. هنعملهم وبعدين بقى هنشوف هيعملوا غدا هنعمله برضو مع بعض. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطري يا حبايبي تكبروا لي القناه كده. ما نحرمش منكم. ربنا يخليكم ليا. ربنا يحبب فيكم خلقه ويحقق لكم كده كل اللي تتمنوه يا رب.
رب كل اللي بيشاركني في فيديوهاتي ربنا يسترها معاهم ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب، ينصرهم كده على من يعاديهم. ربنا ينصرنا يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين اهوت ان انا كده بجيب ملمع للمواعين، او ما لو ساعات ما بيبقاش عندي ملمع لان المواعين بتاعتي بتبقى نظيفة على طول، يعني ايه بروح حاطه كده يا دوب حبه خل. بتخلي المواعين زي ما انتوا شايفين قدامكم، انا ما اتكتش على الحله يا دوب كده ايه، بس فعلا هي الحله بتبقى ايه متعوده على النظافه. بتيجي تعمليها كده بعد حتى لو مفيش ملمع بتلاقيها بتنضف معاكي. تعالوا كده بقى، انا ما حبيتش اطول معاكم الفيديو علشان خاطر يعني ايه لسه هنطلع نروق كده مع بعض فوق، يعني حبيت اروق بقى فوق وكده. تعالوا نشوف بس عملنا اكله كده بسيطه. رحت جبت يا حبايبي كده 2 كيلو سمك وعملتهم مع قوات علشان خاطر ستي، وانتم عارفين ان انا بعمل طريقة السمك ازاي وصورتها معاكم يعني كذا مرة، ما حبيتش اصورها لكم تاني. صورت لكم بس النهاية كده. هو عملنا حبة رز على السريع كده وطبق سلطة بس. يا ريت الفيديو يعجبكم يا رب وتستفادوا منه، ولو عجبكم متنسوش تكتبوا له في التعليقات. تعالوا بقى كده يا حبايبي نطلع فوق. كان عندي غسيل، بصوا هدوم حافظات قطيفة وحافظات عادية. بصوا كان يوم كده يعني ايه بصراحة انهد حيلي فيه، بس كده يا ربنا يدينا الصحة وما نتعبش ابدا. شايفين يا حبايبي الغسالات اللي هي العادية دي بتاعت ايام زمان برضو بتدفع علينا. كان عندي هدوم كتير يا حبايبي، وقلت بدل ما ايه اضيع وقت في الغسالة اللي هي النص دي برضو بتبقى على قدها كده، يعني ايه قلت بدل ما اضيع وقت ناخد نشغل الغسالة العادية ديت معانا. تعالوا بقى هنا في الحمام اهوت حاطه طشت كده ألمونيوم بتوعنا، ونقع فيه الحافظات القطيفة اهوت. وهنرجع تاني في الغسالة اللي هي اللي النص هنغسل فيها الحافظات اللي هي العادية. والله يا حبايبي بصوا انا بصراحة انهد حيلي النهاردة، انهد حيلي كده بمعنى كلمة انهد حيلي. بس ربنا يدينا الصحة يا حبايبي، الصحة للدوب. دايما ست كده بتقول اللي بيتعب بيلاقي، دايما بيت الراجل زي الجامع. ربنا يسترها معانا كده ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب على من يعاديهم كده يا رب. شايفين اهوت يا حبايبي انا باخدها فم الاول كده باللمية، بس ما انزل الطينة اللي فيها ديت علشان خاطر ما تحط اومه تبقى هي تنضف معاكي وتبقى مرغية وكده. شايفين الغسالة هي انا مشغلة ديت وايه عينيا على كله، على الغسالة اللي بره والغسالة اللي جوه. بصوا عينيا على كله. غسلنا الحافظات القطيفة اهوت بقى وبنشطفهم بالخرطوم كده. انا شطفتهم كذا مرة في الطشت، بس انا برضو زيادة تأكيد كده بشطفهم برضو. شايفين اللمية اساسا اللي نازلة منهم نضيفة ازاي. بحب اشطف الحاجة يا حبايبي مرة واتنين وتلاتة، مش الاسم بقى ان انا عملته وخلاص، لا انتي عملتي حاجة تعمليها بقى حلوة علشان خاطر برضو تطلع معاك نضيفة وتغيب معاك في الوقت كمان، حتى وانتي فرشاها تبقى نضيفة معاك. شايفين اهو فاضل حافظة معايا هيت هبلها كده الاول، هنزل منها اللمية الوسخة دي، وبعدين بعدين بقى هنزل اللمية دي هفضها من عليها، وبعدين هحط بقى عليها الام. انا مش هحط الام دلوقتي، انا هدهوس عليها كده شوية الاول وبعدين بروح مصفية اللمية خالص. ادينا اهو بعد ما خلصنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف الحافظات اللي هي الايه العادية اللي بره كده، هنغسلها في الغسالة اللي هي النص. قلت برضو ايه ما شاء الله الغسالة بتاعتي كبيرة وكده، قلت بدل ما اغسلهم تاني ايه في الطشت وكده، لا دي بقى انغسل ودي انغسل. جبتهم برضو كده واحدة واحدة. وانا عندي اللهم صل على النبي يا حبايبي، عندي كده مليه العادية ومليه القطيفة وببقى فرشهم كلك. بحب دايما كده كل ما ابو حنين يبقى جاي، يعني هو بيروح بيقعد 15 يوم هناك، بحب كده كل 15 يوم يا حبايبي اغسل الحافظات ديت كل مرة، لان الدنيا ترابحنا على الشارع وكده. وانا يا حبايبي ما بحبش الحاجة تكون مطربة وكده، بحبها تكون نظيفة، ما بحبش اقعد وحاجة تكون وسخة. دايما كده حماية يا حبايبي بيقول له ربنا يديك الصحة يا بنتي ويسترك. والله يا حبايبي ما بيقول له هو بست الا الدعوة دي يا رب تنسطر دنيا واخرة. والله يا حبايبي فعلا لما بتعملي حاجة وبتبقي مرضياهم يعني بتبقي كده يعني والله بتبقى حاجة حلوة، بيبقوا فرحانين بالواحد وكده، والواحد عمره ما بيحب يزعلهم يعني، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة. شايفين اهوت يا حبايبي صرفت اللمية اللي كانت وسخة معاكوا دي اهو، صرفتها كلها ومشغلة الغسالة وفاتحة زر الصرف.
الأمية برضو وانا مشغلة الحنفية اهو، الأمية بتنزل برضو الوسخة علشان خاطر ما يبقاش فيها أمية وسخة خالص. وانت بتغسلي كده يعني انا فاتحة زرار الصرف معايا لحد ما الأمية دي كلها الوسخة دي بتنزل، وبعدين بقى بحط الأم والحية. فاضل معايا هو بقى حافظتين ومفرشين سرير، هما دمت اللي فاضلين في الغسيل. الحافظات بغسلها في الغسالة ديت النص، والهدوم بقى بغسلها في الغسالة العادية، والطشت بغسل فيه الحافظات القطيف. ده انت نهد حيلك يا ام حنين، والله حماتي يا حبايبي ربنا يديها الصحة تقولي يا بنتي وانت بتحبي تعملي كل حاجة في يوم واحد؟ الواحد يا حبايبي كده ساعات يعني ايه بيبقى خلاص، بيبقى عايز يعمل كل حاجة في وقت واحد وبيضغط على نفسه قوي. بس والله بعديها ما بتشوفي الحاجة نضفت بتحسي ان انتي ما تعبتيش ولا اي حاجة. اهو حطينا حافظة تانية غير دكة اهوت هنغسلها برضو مع بعض. بس بالله عليكم يا حبايبي ما تنسوش كده تدعوا لست ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير يا رب. شايفين اهوت يعني ايه برضو نفس النظام، بتنيني اعصر احط فيها مية كده واغسلها الاول كذا مرة لحد ما المية الوسخة دي تنزل منها، وبعدين بقى بحط الام، لاني انا ما بحبش احط الام كده مرة واحدة، لاني ما بتحطيه والحافظة فيها تراب ما بيرغش معاكي. فاضل بقى معانا هو مفرش سرير والمصليات والحاجات ديت. قلت بقى الغسالة اللي جوه شغالة برضو، قلت ما احطهم هنا بعد ما خلصت الحفظات، لان يا حبايبي انا بغسل دور بدور. ازاي يا ام حنين؟ انا بصرف اللمية يا حبايبي كل دور، ما بحبش انا اغسل، يعني في ناس بتغسل لك في الغسيل كله في دور واحد، انا ما بحبش كده، بحب اغسل دور بدور واصرفه. حماتي تقول لي بتستهلكي امه كتير وكده، اقول لها مش مشكله، بس انا اهم حاجه عندي الهدوم تطلع نظيفه. الهدوم يا حبيبي بتبقى نظيفه وبتبقى ريحتها حلوه، يعني ايه بتستغني بقى عن اي حاجه. شايفين اهوت الغساله العاديه ديت برضو بحب اغسل فيها هدوم العيال، لان زي ما انتوا عارفين بقى ان انا عيله صغيرين وكده وبيبقوا موسخين هدومهم قوي، ما ينفعش ان انا اغسلها في دي، ما بتنضفش بصراحه الهدوم قوي. لازم كده بغسلهم في الغسالة العادية عشان يبقوا نضاف وحلوين. شايفين اهو بقى الغسالة اهوت اخر دور. تعالوا بقى شوفوا الحافظات ديت اهيت بعد ما غسلتها وعصرتها، يعني انا يا حبايبي بعصرها هما 4 معاكم اهوت، وهناك جوا 3، والله نهد حيلي بمعنى كلمة نهد حيلي. وكمان نشوف الدنيا ملمومة بقى، علشان كده ان شاء الله يعني ايه بكرة بقى هنمسح مع بعض برضو. انا بحبش ايه اسيبكم في اي وقت، كنست كده يا دوب من على الوش ونفضت الشبابيك والحاجات دي. وبكره بقى يا حبايبي همسح وافرش وهبقى اصور لكم برضو بعد ما فرشت. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. تعالوا بقى ننشر الهدوم مع بعض. والله يا حبايبي فعلا ضغطت النهارده قوي. ادعولي كده ان ربنا يديني الصحة ويتنيني كده ايه متواصلة معاهم فوق وتحت، ربنا ما يحرمناش منهم. يعني الواحد بعد ما يقول انا تعبت وكده، بس بكفاية دعوتهم للواحد بصراحة، ربنا يخليهم ما يحرمنيش منهم ابدا. ودايما كده يعني نكون مع بعض وما ننحرمش من بعض يا حبايبي. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.